هو معلش بس انتوا بجد مصدقين نفسكم ان المشكله كلها ان حسام حسن رفع علم فلسطين؟ مبدئيا هي دي القضيه اللي احنا بندافع عنها ومصدقينها ومؤمنين بيها. فطبيعي جدا لما يكون في حدث عالمي هيشوفوا معظم العالم ان ما كانش العالم كله بكل اعماره بكل فئاته بكل توجهاته، بالرؤساء بالشعوب بالمواطنين العاديين بال. فطبيعي جدا ان احنا نتكلم عن قضيتنا وعن شرفنا وعن عرضنا وعن القضية الفلسطينية. بس الحقيقة ان الموضوع مش كده. احنا ما خسرناش عشان خاطر حسام حسن اتكلم عن القضية الفلسطينية ولا عشان العالم ولا الكلام الفاضي ده. الموضوع بيزنس بحت. احسبها معايا كده، شركات الرهانات اللي هي اوريدي سبونسرز للفيفا، هم دول الرعاة الرسميين، هم دول اللي بتوع الفلوس، كانوا امبارح هيخسروا كام تريليون جنيه بسبب ان مصر كسبت. دي حاجه. الحاجه التانية احسبها برضو بالعقل، احنا بنتكلم على العتاوله بتوع العالم في الكوره، ميسي وكريستيانو ونيمار. كريستيانو خرج ومفيش حد تاني موجود غير ميسي. ميسي حتى لو حضرتك مش بتشجع الارجنتين فالناس هتروح تشتري تذكره عشان تروح تتفرج على ميسي حتى لو المنتخب بتاعها ما بيلعبش. احنا بنتكلم طبعا ان احنا بنلعب في امريكا، بنلعب في امريكا. عدد المشجعين المصريين اللي في امكانهم يروحوا يشتروا تذكره ويروحوا يحضروا الماتش كام يعني؟ فانا دلوقتي بفكر بقى من الناحيه التجاريه. من الناحيه التجاريه انا عايز التذاكر بتاعت المطوشه دي تتباع. طيب هتتباع ازاي؟ او على حس مين؟ على حس المنتخب المصري والمغرب بالعقل يعني، اللي هو فيه كام واحد في الوطن العربي موجودين في امريكا او موجودين في اوروبا او ايا كان وعندهم القدره على شراء التذكره وان هم يروحوا يحضروا الماتشات وبانتظام. لا، انا افيد لي ماديا واقتصاديا ومن الناحيه التسويقيه ان ميسي يفضل موجود في البطوله. ناهيك بقى عن العنصريه وان احنا بالنسبه لهم بقى عالم ثالث ولا هم شايفيننا ازاي، ولا احنا بلد عربيه ودوله افريقيه وفي المغرب قبلنا اتصعدت فمش معقول كاس العالم هيكون في بلدين عربيتين، اكيد ده برضو مش منطقي وفي الاخر واحده فيهم تاخد مركز تاني ولا بتاع. فده حاجه تانية دي ليها علاقه بالعنصريه، لكن انا بكلمكم بجد من وجهه نظر اقتصاديه. انا مش ببرر اللي حصل ومش ببرر اللي التحكيم عمله ومش ببرر عدم العدالة، انا مش ببرر. بالعكس انا كنت شايفة انه ربنا عادل جدا مع المنتخب بتاعنا، بالرغم من كل اللي كان بيحصل ده كان المنتخب بيجيب اجوان وبيلعب كويس جدا.